ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. شكرا للزميل العزيز حامد الحارثي، شكرا للكباتن الاعزاء في الاستوديو وايضا لزملائي الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وطابت اوقاتكم بكل خير من هنا في ملعب الانماء. يلعب للمره الاولى هذا الموسم حامل اللقب والفائز بثنائيه الموسم الماضي الاتحاد في ملعبه وبين جماهيره في هذه الجولة الثانية من بطولة دوري روشن، في مواجهة أمام الفتح القادم من الأحساء، وأمامنا بالتأكيد قائمة المدرب الفرنسي الفائز بالدوري في الموسم الماضي لوران بلان، التي تشهد غيابات بارزة على رأس القائمة على مستوى الغيابات في هذه المباراة النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، والذي سجل الهاتريك في المباراة الأولى من الموسم. قائمة تحكيم محلية في هذه المباراة يقودها الحكم الدولي فيصل البلوي، يساعده فيصل القحطاني، إبراهيم الدخيل، سامي دريس كحكم رابع في غرفة الفيديو الليلة، فريح الجلعود يساعده، مؤيد المسجن الطاقم المحلي الذي يدير أحداث هذه المباراة. مرحبا بكم معنا في ملعب الإنماء، أجواء كبيرة تسبق هذا اللقاء، الضيف ثقيل هذا المساء، الفتح القادم من الأحساء هو فخر الأحساء لأنه النادي. هذه الفرصة الأولى، ديابي عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل لتصل بتسديدة قوية، ولكنها أيضا جاءت بعيدة وتحولت في الأخير إلى ضربة مرمى للمساحات. خطير جدا، ديابي ديابي بتسديدة لكنها صدمت، ولا زالت كرة أخرى، كرة في المساحة، فقيه يصل خطيرة لكن الكرة طالت عليه، وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى للحارس باتشي. حكم اللي جعل دائما في خطورة كبيرة. مراد يحاول بكرة خطيرة لكنها أقرب للدفاع. يا الله على نقطة أخرى، يا الله على كرة أخرى، باطرة غريبة جدا من مناطق الاتحاديين لتعود مرة أخرى بتسديدة قوية، ولكنها في يد رايكوفيتش، قوية ولكن في يد رايكوفيتش. هجمة مرتدة سريعة، موسى ديابي حطها في الجهة اليمنى، هذه خطيرة مرور جميل وكرة، ولكن الدفاع تدخل. يا إلهي على نقطة كانت في منتهى العب، كرة عرضية لكن دانيلو خطيرة وتسديدة، يا إلهي على كرة. يا لها من فرصة خطيرة، يا لها من كرة يفوز على كرة عوار، ولا زالت الاتحاد، ولا زالت اتحادية، ولا زالت خطيرة بكرة، لكن الهولندي الكبير يحاول في هذه الأثناء. بيرغوين عدى بكرة خطيرة وفرصة لكن الدفاع تدخل. لقطة في منتهى الخطورة ولكنها مات. يا إلهي هل يوجد مر عدى ديابي خطير جدا، لكن التغطية بشكل رائع ايضا من جانب الدفاع. ماجد كشيش يتدخل لابعاد الخطر. هذه الفترة وصول الى النقطة السادسة للانتصار الثاني على التوالي. عوار الهدف الاتحادي الأول. يا عوار أي متعة يا حسام، يا لها من لقطة، مجهود جميل جدا، عدى الوحدة، عدى بروعة، عدى بجمال ومهارة. عوار رقم 1، الهدف الاتحادي الأول حسام عوار. شوف اللقطة، شوف المتعة، شوف المهارة، شوف باطرة مراد باطرة، ما بكثر من لاعب، خطيرة وكرة رايكوفيتش يتصدى ولكن فيها تسلل. يا إلهي على نقطة، والله مراد وراء كل كرة خطيرة. مراد عرضية خطيرة لكن باتشيكو عدت منه ولا زالت خطيرة جدا، صدمت في الدفاع. دانيلو بيريرا تدخل وخطأ، ثم بطاقة صفراء على دانيلو بيريرا. كان يخشى من المرتدة، تحرك بجانب العثمان في اللقطة الماضية، بالتالي وجود
طويلة الكرة أمامية في الجهة اليمنى، خطيرة باتجاه مراد، خطيرة جدا باتنا، يصل الكرة باتنا لكنها طالت عليه وبعد ذلك أقرب إلى راكوفيتش في التسوية اليمنى. محاولة مرة أخرى فتحوية باتجاه سبيدي، عندها خطيرة وكرة الفتح مرة أخرى فيها صافرة، فيها صافرة، فيها تسلل في اللقطة الماضية على سبيدي. لا تعلم من أين يأتي فادي سبيدي في أكثر من لقطة يشكل خطر في الجهة اليسرى إلى مراد. باتنا داخل منطقة التسمر وكرة في المرمى. الله الله، لسه أتكلم على فخر الأحساب، لسه أتكلم على قيمة الفتح، لسه أتكلم على أبناء النخيل. الله على الأرتاب، جميل الكرة يا مراد. باتنا يا عيني باتنا. يحافظ على كرته إلى ديابي، موسى ديابي يبحث عن بيرغوين، خطيرة وفرصة والثاني للاتحاد. الثاني عميد، روعة اللقطة الأخيرة، بيرغوين يسجل هدف ثاني. الله على الكرة، على العمل الرائع. ديابي وتحرك بيرغوين، أجنحة طائرة وهدافين بمستوى كبير. شوف اللقطة كانت من موسى في الأصل، تحرك ذكي لبيرغوين. بعض الأوقات يجبر الاتحاد على التراجع للوراء مع تقدمه بعدد أكبر. الله يا مارغاس، تسديدة لكنها بيد رايكوفيتش. جميلة اللقطة الأخيرة، ماتياس مهارة عالية، مرور جميل، المرتدة خطيرة. الثالث من بيرغوين، ديابي والثالث كرة. الله يا عميد، الثالث للإنتي عن طريق بيرغوين. أي مرتدة هذه، أي سرعة هذه، أي لقطة هذه، يا لجماله بيرغوين، يا لهذا التفاهم المثير جدا مع المتألق موسى ديابي. الثالث تفوق في هذه المباراة بكرة ب3 أهداف مقابل هدف، وكرة أخرى فيها خطأ يحتسب حكم المباراة على باتنا. تدخل وخطأ على باتنا، ردة فعل باتنا بعد قرار حكم المباراة. تغيير اتجاه اللعب ثم الكنترول جميل من جانب مراد لا يجد الفرصة للتسديد، تغطية وتدخل من جانب فابينهو، وحكم اللقاء يخرج البطاقة الصفراء الثانية والحمراء بعد ذلك لمراد باتنا بعد تدخله في اللقطة الماضية. بلمسة تصل إلى موسى ديابي باتجاه مهند شنقيطي داخل منطقة خطيرة وكرة، لكن